السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست عشوائيات برمجية، واللي بيقدمه ليكم عمرو سعيد. الحلقة دي هتكلم عن حاجة من الحاجات المحببة إلى قلبي، واللي بحب أتكلم عنها لما أي حد بيناقشني، ولما أي حد بيجي يتكلم معايا في الموضوع بتاع الشغل والشركات والكلام ده، وهو الشركات الناشئة أو الستارت ابس أو الشركات الصغيرة بشكل عام. الفكرة بتاعت الشغل في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة بالنسبة لي بعتبره حاجة كده ايه، يعني قريبة من قلبي قوي. فكرة ان انت تشتغل في الشركات دي هي من الحاجات التجارب اللي فعلا بتديك خبرة مختلفة كده، وبيبقى ليها طعم مختلف في سوق العمل. في ناس دايما عندها مذهب بتقولك ان انت ابدأ بشركة كبيرة، وبعد ما تبدأ بشركة كبيرة وتشتغل فيها حبة حلوين هتبقى عرفت ازاي النظام بيتبني بشكل مظبوط، وازاي ان هم عندهم سيستم فتتعلم من السيستم بتاعهم، فتروح شركات صغيرة وتبدأ تطبق الكلام بقى ده فيها، فتبقى انت اخدت الخبرتين. وفي ناس عندها مذهب مختلف تاني تقولك لا، انت تبدأ بشركات صغيرة تتفحت شوية، وبعد كده تنقل على شركات كبيرة، فيبقى عندك خبرة كده اكروس حاجات مختلفة. فلما تروح الشركة الكبيرة تحس ان انت لو اتحجمت في حتة معينة، او لو اشتغلت مثلا على سيستم بقى محترم، تبقى فاهم السيستم ده يعني بيحل ايه وبيعمل ايه، بحكم ان انت اشتغلت على مشاكل كتير او صغيرة. يعني الناس مذاهب في الموضوع ده، ولكن انا مذهبي المتواضع في هذا الشيء ان انا بحب الشركات الصغيرة. يعني هو ده المذهب باختصار. انا في مرة من المرات لما قررت ان انا اروح يعني انترن في شركة من الشركات المعروفة، والشركة دي كانت كوربريت كبيرة. لما دخلت المكان واشتغلت وحسيت ان انا ايه، يعني كانت انترني كده لفتره صغيره، وطبعا هي ما بتكشفش شيء عن طبيعه العمل برضو، لان الانترنشيب بتبقى، يعني الانترنشيب بتبقى حاجه كده ايه، برضو بسيطه، انت بتخدش السطح زي ما بيقولوا. ولكن لما دخلت حسيت ان ده مش مكاني. يعني انا حسيت ان الكوربريتس بشكل عام ده مش المكان الصح بتاعي. بغض النظر ان انت مع الخبره الواحد بيفهم ان في كوربريتس هي شغاله بالفكر بتاع الايه، الستارت اب لايك انفايرمنت. يعني انت عندك ناس وفرق جوه شغاله، وشغاله كانها ستارت اب بالظبط، كل واحد شغال على سيرفيس او برودكت بيتعامل معاه لانه هو ده الستارت اب بتاعي، وانا شغال بعمل كده وبديفلوب في الحاجه دي. ولكن اللي اقصده، فكره الكوربريت بشكل عام بالنسبه لي كان فكر بصراحه مش ألطف حاجة بالنسبة لشخصيتنا. وبالتالي توجهاتي كلها كانت بتروح على الشركات اللي هي ستارت اب لايك انفايرمنت او ستارت اب. فانا بستمتع وانا شغال في الشركات دي، والموضوع طبعا بيعتمد على اهداف كل شخص. انا مش بقول لك خالص ان انت اعمل زيي، لكن انا بقول لك تجربتي وبقول لك انا بفكر ازاي. وحتى انا كشخصية لو انا فكرت يعني اطبق الكلام على نفسي كده واقول مثلا ان انا ممكن في يوم من الايام اروح كوربريت، فانا لو رحت كوربريت مثلا او شركة ضخمة من الشركات اللي بنسمع عنها دي، فغالبا هيبقى بس لمجرد ان انا اخد الخبرة، يعني شوية الخبرة، وارجع تاني للستارت ابس، مش اكتر من كده. طيب ايه بقى سبب حبي للستارت ابس، وليه الموضوع ده محبب الى قلبي، وليه الكلام ده، يعني ليه انا عايز ستارت ابس، او ليه دايما بتارجت في الشغل اللي انا بقدم عليه شركات ستارت ابس اكتر، او شركات بتعمل برودكتس كده ايه، اللي هو انتوا لسه بتبتدوا يا جماعه، ما فيش سيستم، او لسه بنظبط السيستم والكلام ده. طيب اول نقطة كده انا ممكن اتكلم فيها، هو ان انا شخصيتي بشكل عام، يعني الشخصية بتاعتي وطبيعتي هي شخصية جوكر اكتر. يعني انا شخصية بتميل ان هي ما تحطهاش في حتة واحدة بس. انا عندي مثلا سكيلز على سكيل مختلف في حتت مختلفة، فانا دايما ما بحبش اموت عندي اي سكيل منهم، وبحب دايما ان انا السكيلز كلها احافظ عليها صاحية، واحافظ عليها ان انا ببراكتس بيها. فانا تلاقيني شغال في كذا حاجه، هتلاقيني مثلا داخل باك اند، هتلاقيني شغال داخل فرونت اند، شغال داخل ديف اوبس، شغال لو انت محتاج حاجه مثلا في الاندرويد ابلكيشن هتلاقيني دوست في الموبايل ابلكيشنز وشغال. فهتلاقيني انفراستراكشر زي ما اتكلمنا حته الديف اوبس هتلاقيني دايس، هتلاقي نتوركينج دايس شويه، وهكذا. فهتلاقي الحاجات كلها تحس ان ايه، انا كطبيعه شخصيتي بحب ان انا اركز على الحاجات دي طبعا. ان انا اقول ان هو ده الطبيعي بس، او ده الشكل اللي المفروض مثلا يكون عليه اي سوفت وير انجينير، ده طبعا ده مش صح. لان يعني مش الطبيعي بقى، المتعارف عليه في الموضوع يفضل دايما ان انت تكون عندك سكيل انت قوي فيها جدا جدا، وتبقى الباقي كله ايه، يعني ايه، واخد فيها كده سبريد كويس كده، او عندك معلومات عنها. تمام. وانا بالنسبه لي السكيل اللي انا بعتبر نفسي ان انا قوي فيها جدا، او اكتر سكيل هي قوي فيها جدا، هو الباك اند.
وممكن تحتيه شويه الديف اوبس وهكذا. فالفكره كلها ان انا كشخصيتي بحب دايما احتك بديفرنت لايرز وديفرنت يعني كومبوننتس كده في السيستم، حتى لو ملهاش علاقه بالكومبوننت او السيستم اللي انا شغال بيه. وده بالمناسبه بينكلود البيزنس، يعني مش بتكلم على التكنيكاليتيز بس. يعني انا واحد من الناس بهتم بالحته بتاعت البيزنس جدا. يا جماعة احنا بنكسب ولا ما بنكسبش؟ طب يا جماعة احنا ممكن نعمل ايه عشان نكسب؟ طب يا جماعة الكلاينت اليوزر اكسبيرينس بتاعته كويسة مع الابليكيشن ولا لا؟ طب ازاي نحسن اليوزر اكسبيرينس؟ لا انا هتلاقي الاقتراحات اللي انا مثلا كشخصيتي لا بحاول ان انا ادوس في كذا حاجة، وابص كمان احس ان انا بقى ايه، بقون البيزنس، ان مجرد مش انا شغال فيه. وفكره ان انا بقول البيزنس ده مش معناه بالمناسبه ان انت ابن الشركه، لا لا، انت بتحس ان انت عندك ريسبونسبيلتي، بس مع برضو الاخذ في الاعتبار ان دي مش شركتك. يعني ممكن في يوم من الايام انت ما تبقاش موجود فيها لسبب مثلا زي لي اوفس، ممكن في يوم من الايام انت تقرر ان انت تمشي. فانت في الفتره اللي انت بتبقى فيها في الشركه بتحط في اعتبار ان كأن دي حاجتك، فانت بتحافظ عليها لان ده نوع من انواع الامانه، وبتشتغل عليها بقدر استطاعتك بشكل كويس. فمن ضمن الحاجات ان ده متوافق جدا مع شخصيتي، ان انا اكتر شخصيه جوكر، ما بحبش ان انا اتحط في حته صغيره افضل شغال فيها على طول والموضوع بالنسبه لي يبقى روتيني. ومش بقول طبعا ان كل الكوربريتس كده، ولكن انا بقول ان هم غالبا عشان الكوربريت كبيره وعايزه كل حته تحصل بشكل كويس، فهم بيبقوا عاملين تيمات صغيره ماسكه حتت، فالحته اللي انت بتشتغل فيها ممكن تبقى صغيره قوي. وبالعكس في ناس تانية شغاله في حاجات كور في الشركه وهي عليها هيتس ضخمه جدا، ومعمول لها انتجريشن مع different services مثلا في الشركه، فالحته دي كريتيكال. فطبعا لا، ممكن تبقى انت شغال في كوربريت عادي في حته وشغال يعني بتتفحت حرفيا. ولكن انا بتكلم اكتر على منظور ان انا مش بتكلم على الحته بتاعت ان انت شغال على سيرفيس صغيره بتعمل حتى لو عليها هيدسك، لا بتكلم على منظور البيزنس، منظور الفكر العام. انا بحب ابقى جوكر على لاير البيزنس لاير والتكنيكال لاير. عايز ابقى حاسس ان الايه، انا مهتم بالشركات الناشئه ومهتم بالستارت ابس، فده تريجر ليا. فلو انت شخص زيي فانت ممكن تكونسيدر حاجه زي كده. يعني طبعا انا بحكي عن نفسي مش لان انا ببقى عايز احكي عن نفسي، لكن عايز اقول لك ان دي طريقه تفكيري. فانت لو شخص ممكن تكون بتفكر كده، فممكن تبقى الاكسبيرينس بتاعتك تبقى شبيهه ليا، وممكن تلاقي نفسك ان دي الانفايرمنت المناسبه ليك اكتر. يعني بلفت نظرك للنقطه دي. حاجه من الحاجات التانية ان الستارت ابس بتعلمك كتير جدا. يعني فعلا الستارت ابس بتفحتك، انت بتشتغل على حاجات مختلفة في كل حتة. انت اوقات كتير ممكن تقوم باكتر من دور. انت بتست، انت مش عارف، بتروح على السيرفر الفلاني تس اس اتش وتقعد شغال وتديبج وتعمل. انت لو الكلاينت حصل مشكلة ممكن يهتك، انت تقعد تتناقش مع الماسكين الشركه مثلا، الناس بقى اللي هم السي اي اوز والسي تي اوز بشكل مباشر، لان ببساطه الهيراركي بتاع الشركه لسه صغير. فالكوميونيكيشن ما بينك وما بين كل المانجرز في الشركه او كل الحاجات اللي هم ممكن يبقوا مثلا خمسة ستة ولا ايا كان، شغال بشكل مباشر. فبتفكر وتشوف معاهم الناس دي بتفكر ازاي في البيزنس وبتاع، وبتبدا تفكر في القصص دي كلها. فانت في الحرفين في الستارت ابس بتتفحت. وطبعا في ستارت ابس كبيره وبيبقى فيها هيراركي ضخم، ولكن اقصد الفكر العام في الستارت اب هو متحرك ناحيه كده. الناس كلها قريبه من بعض، الناس كلها بتحاول ان هي تقلل الجاب والوقت بتاع الكوميونيكيشن الضخم اللي هو موجود في الكوربريتس، عشان خاطر احنا عايزين نسرع الدنيا. فبتلاقي التواصل اعلى، بتلاقي ان انت ممكن تعمل حاجات اعلى، ان انت تاخد اونر شيب على حاجات اعلى بكتير. وزي ما قلت ده وانا بتكلم بقى عن شخصيتي، ان الطبيعة دي متناسبة جدا مع طبيعتي، متناسبة مع طبيعة الشخص اللي هو حابب ان هو يعمل كده. الفكرة كلها جاية من حتة ان الستارت ابس فعلا بتفحتك. جزء بقى غير ان الستارت ابس بتفحتك اصلا، فكرة ان انت تحس ان انت ساهمت في ان انت تطلع برودكت او بيزنس كامل. دي بالنسبه لي يعني واحده من الاهداف، خصوصا في السوق المحلي عندنا، اللي انا شخصيا بحب ان انا اشتغل عليها. واقصد ان انا اكومينيكيت ده بشكل مباشر في الحلقه دي من البودكاست، عشان انا اتمنى بصراحه ان انا اشوف ناس كده. مش شرط، مش شرط في مصر بس، يعني ممكن انت تعمل ده في اي حته مثلا في الوطن العربي، ممكن زي ما تحبه. لكن اقصده فكره ان انت تطلع برودكت او بيزنس محلي او حاجه في الوطن العربي منافسه لبرودكتس تقيله موجوده على مستوى العالم، دي حاجة بجد حاجة قوية جدا وفاليبل جدا. ومن الحاجات لما بشوف اشخاص كده بيركزوا قوي على النقطة دي، بيبقى الموضوع بالنسبة لي مبهر جدا، مبهر بشكل انتوا مش متخيلينه. يعني الناس دي كده بحطها كده في مكانة مختلفة، لان الناس دي بكل بساطة
هي عرفت النيد اللي ان احنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا نستغنى عن مشاريع كتير جدا 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 بنستخدمها بره، واحنا قادرين ان احنا نطلع زيها. طب احنا ليه ما بنطلعش زيها؟ ليه كل حاجة مثلا احنا فيها بنتعامل معاها لاننا مستخدمين بس مش بنطلع حاجة؟ ففكرة وجود شركة ناشئة في مصر بتطلع برودكت وبتطلع حاجة كويسة، وان انت تخش بالخبرة بتاعتك تساهم فيها، وان انت تحاول تكبر فيها وفعلا تحقق اوبجيكتيف ان الحاجة دي تطلع للنور والناس تستخدمها، دي حاجة بالنسبة لي بحس ان هي عبقرية جدا. وبحس فعلا ان هو ده الهدف اصلا من اللي احنا بنعمله، وهو ده الشغل اللي احنا بنعمله. يعني هو الهدف ان انت تبقى بتستغل الشغل بتاعك وبتستغل العلم بتاعك في ان انت فعلا تغير حياة الناس، تغير تاد فاليو، تعمل حاجة. ومش شرط تكون بتغير حياة الناس بشكل مباشر، يعني مثلا في تيمز ممكن تكون جوه قوي، يعني الاس ار ايز، الديف اوبس، الكلام ده كله هم بيخدموا على الديفلوبرز. فهو بس هو قرر برضو عايز يشتغل في شركة ناشئة، عايز يعمل حاجة، فهو بيغير فعلا في حياة الناس وبيغير وبيعمل حاجة. يعني قصدي عشان خاطر برضو منظور فكرة ان انا يعني ايه، انا عايز ابقى اجمد واحد في الكوكب واعمل حاجة ما اتعملتش والكلام ده كله. في ناس كتير ممكن تاخده للاكستريم ده، اللي هو لا، هي مش المقصود في كده. المقصود ان انت تبقى مدرك ان انت دورك مهم، ولو حطيته في المكان الصح فعلا فعلا هيعمل فرق ضخم جدا، هيعمل فرق ضخم جدا، وممكن يغير من حياة الناس ويطلع بيزنس هو فاليبل جدا. وانا شخصيا على مستوى الشركات اللي اشتغلت فيها، هي شركات يعني هي كلها شركات عاملة برودكتس هي بتحاول فعلا تطلع بيها منافس، يعني في تنافسية على مستوى الأسواق التانية. يعني ان احنا ما عندناش الحاجات دي في مصر بشكل قوي، وفي شركات شبيهة عاملاه بره، او في حاجات مثلا حتى مش موجودة واحنا بنحاول نطلع الحاجة دي في السوق. ودايما حتى لما بقدم، دي من اكتر النقط اللي بتبهرني في الشركات. يعني الستاك تمام، الدنيا تمام ماشي، ما بنبهرش بالستاك قوي. يعني ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في حاجه مثلا هي مش الحاجه الاساسيه بتاعتي. مثلا يعني مثلا انا النهارده شغال جافا، ممكن اشتغل بكره تايب سكريبت عادي، ممكن اشتغل بايثون عادي بعديها. مش عارف انت، انا مش شخص اللي هو ستاك ايه سبيسيفيك او لازق في ستاك. يعني في ستاك انا قوي فيه جدا، وفي حته انا قوي فيها جدا، بس ما عنديش مشكله عادي ان انا اشتغل في حاجه مختلفه. وهو طبيعي، انت اصلا كل ما بتعلى حته في النولج بتاعتك وفي الهيراركي التكنيكال وفي السلم الوظيفي، انت نفسك بتبقى عندك الفكره ده اللي هو الستاك اللي هو بتستخدمه وقت ما تحتاجه في حته معينه مثلا هو مناسب ليها. وحتى الكونسبتس واحده، هي مع اختلاف الحاجات طبعا اللي هي بتبقى لانجوج سبيسيفيك سيكا، او ليها علاقه بقى بطبيعه اللغه، او ليها علاقه بطبيعه الفريم ورك او الداتابيز اللي انت بتستخدمها والكلام ده كله. ولكن اقصد الكونسبتس كومون جدا، يعني البيز لو عندك كويس هتبقى الدنيا بالنسبه لك كويسه يعني. فالقضيه في كده ان انا بنبهر جدا بنقطه لما حد يقول لي ان احنا عاملين الشركة دي، والشركة دي مثلا اتوسعت بالشكل الفلاني وبنعمل كذا وعملنا كذا وناويين ان احنا نعمل كذا، وتحس ان في فيجن كده، وتحس ان الدنيا احنا عايزين نكبر وعايزين نكبر ده ونخش الاسواق الفلانية. وتبقى الحاجات ايه، يعني اللي هو احنا بننافس يا جماعة، بنحاول نطلع حاجة بتنافس شركات ضخمة وشركات عملاقة ممكن تكون موجودة. انا دايما مؤمن ان احنا فعلا عندنا ناس قوية جدا جدا قادرة ان هي تطلع الحاجات دي، قادرة ان هي تطلع برودكتس قوية، قادرة ان هي ما تكونش مجرد مستخدم. وفعلا انا بلاحظ ده في الديفلوبرز وفي يعني في الديفلوبمنت كوميونتي عندنا والديفلوبرز بشكل عام. لما تيجي تتعامل معاهم وتبص كده على الكوميونتي، الكوميونتي قوي جدا عندنا، يعني الكوميونتي فعلا قوي. والمشكلة ان في ناس كتير يعني بتخرج بره، وفعلا بنخسر الناس دي. مش بقول طبعا ان الناس دي غلط، انا مش بلومهم، لا طبعا الاختيارات دي اختيارات شخصية و... وعادي. يعني انا نفسي ممكن اتحط في لحظة كده، انا قررت ان انا عايز اسافر، يعني انا عايز اسافر وعايز اخد خبرة مختلفة. حتى لو في يوم من الايام هرجع وهعمل حاجة، بس عادي. قصدي الاختيارات بتبقى وقتية، وكل واحد شايف نفسه في المكان الصح ليه. يعني هو شايف نفسه ان انا هبقى احسن لو سافرت واشتغلت بره هنا، شايف نفسك ان انت هتبقى احسن لو قعدت. دي ما فيهاش لوم اصلا، يعني كل واحد دي اختيارات شخصية، وكل واحد ما دام ما بيعملش حاجة تغضب ربنا، يبقى ما فيش حد ليه الحق ان هو يقول له انت عملت ده ليه او ما تعملش كده ليه. ولكن انا بتكلم في نقطة تانية، بتكلم ان الناس دي سكيلد جدا، يعني الناس دي فعلا قوية جدا، مهارات فعلا مهدورة. لو الناس دي عملت حاجة فعلا هنلاقي عندنا كمية برودكتس، وهنلاقي عندنا كمية سيرفيس، وهنلاقي عندنا كمية حاجات تقدر تنافس بشكل قوي جدا.
وتخلينا تغنينا عن ان احنا زي ما حصل كده الازمه اللي حصلت، تغنينا ان احنا نبقى محتاجين سيرفيس ومش عارفين ندفع ثمنها، او محتاجين حاجه واسعارها عاليه قوي. فهي ده الجمال بقى في حته الستارت ابس، وفكره ان انت تحاول ان انت تساهم في ان انت تقوم مشروع. بجانب طبعا فكره الستارت ابس بشكل عام بقى، لو هنتكلم على من ناحيه الكارير بتاعتك والبنفيتس، كتير قوي من المواقف بتحصل. وممكن تسال اي حد من الناس اللي انت مثلا عندها خبره، ان هو بنسبه كبيره هتلاقيه اتعرض للنقطه دي. ان انت مثلا بتبقى شغال مع تيم في ستارت اب، وطلعته الستارت اب وعملته الدنيا وظبطته وقومتوه ووصلتوه لمرحله ان هو الحمد لله بقى ستيبل وبقى ماتيور كفايه ان الناس تستخدمه والناس بقت بتستخدمه والكلام ده كله. ومره واحده الناس دي تروح على شركة تانية ويجيبوا بعض ويجمعوا بعض ويبدأوا يشتغلوا وهكذا. الباترن ده بيحصل كتير جدا. الباترن ده بيحصل كتير كتير جدا. وتلاقي ان حد راح ستارت اب الفلاني فكلم الشخص اللي هو كان اشتغل معاه في الستارت اب الاولاني ده عشان خاطر هو يعني عارف شغله عامل ازاي. وبتلاقي الباترن ده بيتكرر كتير جدا. فحتى على مستوى الكارير بتاعك، لو انت بتبص بقى للنقطة دي، انت اصلا بتبقى عندك يعني علاقات بفضل الحاجات دي قوية جدا، تخليك ان انت لو ما حد راح مكان تاني ممكن يجيبك عادي وتروح المكان تاني وتروح تكبر برضو مشروع تاني وتشتغل فيه، وتبدأ ان انت تبقى اسمك كبرت برودكت، او ان انت طلعت برودكت للنور تاني وهكذا. وفي ناس بالمناسبة في الكارير بتاعنا وفي المجال بتاعنا، يعني هي الهوايه بتاعتها كده حرفيا. يعني هو الراجل يروح يبني ستارت اب، يسيب الستارت اب يروح على ستارت اب تاني، يبني الستارت اب يروح ستارت اب وهكذا، هو كده. وفي ناس فعلا عندها الفكره ده، هي بتحب الموضوع ده. وفي ناس كمان بتعمل ده across specific domains، يعني هي بتروح على دومين معين كده، تقعد كده شغاله في الدومين ده في الشركات مختلفه، تك تك تقعد شغاله تبني في ستارت ابس هنا وستارت ابس هنا، وتساهم هنا وستارت ابس تخطفها وهكذا. فهم عندهم حته كده هم مثلا شاطرين فيها زي الاي كوميرس مثلا، حته كده يعني. فهم بتلاقي ان هم بيروحوا يشتغلوا في حتت، يعني حتت كده معينه في دومين معين ويكبروه، عشان هم عندهم خبره في الدومين، والتكنيكاليتيز برضو بتاعت الدومين اللي حواليه، يعني هم عندهم خلفيه بيها يعني. وحته التكنيكاليتيز وحته الدومين دي ممكن تبقى قصه كبيره نتكلم فيها، ولكن بشكل عام انت لو شغال في دومين معين، فالبروبلمز بتاعت الدومين ده هي بنسبه كبيره معروفه، والحلول بتاعتها معروفه، والتكنيكاليتيز بتاعتها ممكن تكون خلاص معروفة. فعشان كده دايما لما بيتنقلوا من اماكن لاماكن هم تقريبا بيبقوا فاهمين البروبلمز. وفي اوقات كتير شركات بتطلب انا عايزه حد في التخصص الفلاني، مثلا شغال في تيليكوم، شغال في حاجه، عشان خاطر عارف طبيعه التكنيكاليتيز المتعلقه بالدومين. يعني ممكن يكون في دومين معين هو most probably الناس بتستعمل كيوينج سيستمز، فلو الناس بتستعمل كيوينج سيستمز، فانا في معظم السولوشنز اصلا انا بحتاج كيوينج سيستمز، فانا عايز حد فاهم كيوينج سيستمز، عايز حد مثلا يتعامل مع رابط ام كيو، يتعامل حاجه من الحاجات دي. فهي القصه في كده. فاوقات بيبقى في كده خيط ما بين الدومين نوليدج وما بين التكنيكال نوليدج، ممكن الناس ما بتتكلمش عليها كتير، بس الحقيقه ان الدومين بيأثر في التكنيكال، والتكنيكال بيأثر في الدومين بشكل ما. يعني التكنيكاليتيز بتاعتك كل ما تكون عارف التكنيكال اللي متعلق بالدومين، كل ما سهل ان انت تشتغل في الدومين ده. وكل ما تبقى عارف الدومين اكتر، كل ما هتبقى عارف طبيعه البروبلمز يعني هتحتك بيها، وكل ما هتبقى عارف ايه السولوشنز التكنيكال اصلا الانسب في الكيس دي، لانك انت احتكيت بالنقطه دي. فهم في علاقه ما بينهم كده، ولكن دي نقطه ممكن نبقى نتطرق ليها في حلقه تانية. ولكن اللي انا عايز اكلمك فيه بقى هو زي ما بقول لك كده، نقطه الشغل في الستارت ابس. انا قصدت ان انا اسقط لك الموضوع عليا عشان تشوف مثلا انا بتكلم عن الموضوع ازاي، واحساسي ايه من ناحيه فكره الستارت ابس، وفكره ان انت فعلا تضيف فيها حاجه، عشان خاطر تبقى قادر تشوف كده او متعايش مع الموضوع من منظوري. لان انا مش جاي اديك مجرد نصيحة واقول لك ستيبس ودي الاحسن، واقول لك روح كده واعمل كذا عشان خاطر كذا، لا. انا بنقل لك خبرتي، عشان زي ما قلت لك هو اسم البودكاست ايه؟ عشوائية برمجية. انا بكلمك بشكل ارتجالي، بشكل عشوائي في الموضوع. بكلمك عن خبرتي انا واحتكاكي بالموضوع واحساسي بيه لما بتعامل مع فكرة الستارت ابس وكده، احساسي بيبقى ايه من ناحيتها. هل ده معناه ان انا بكره الكوربريتس؟ لا، مش بقول كده خالص. الكوربريتس حلوة جدا وهتستفيد منها كتير، وممكن دي اصلا تبقى ديستنيشن
او مثلا تبقى هدف في لحظه ما في حياتي. ولكن انا بالنسبه لي، وبالمناسبه انا ما بداتش ستارت ابس لاجل ان انا ابدا ستارت ابس بس، او ان انا اقول ان انا عايز اخد الخبره المكثفه وابدا بالستارت ابس، لا، لان انا فعلا فعلا انا بميل اكتر للستارت ابس. وفي ناس كتير كده يعني تلاقيها، في حد مثلا تسمع عن قصص ناس كانت شغاله في جوجل ما استريحتش راحت ستارت ابس، لان هم بيحبوا يشتغلوا في الستارت ابس. هم عندهم الفكر ده وعندهم الحوار ده، وده ما يقللش منهم، ولا يعني بيقولوا ايه يزيدهم في شيء، لا، هو المقصود هو طبيعة الشخص كده. يعني هو مش حاجة وحشة ولا حاجة حلوة، حاجة بس انت عارف ان هي ايه، زي ما بيقولوا على مقاسك، يعني من الاخر الموضوع ده انا اللي حابب ان انا اعمل ده. وزي ما بقول لك برضو فكرة ان انت تبدأ بالكوربريت، ممكن ده بقى اختيارك عادي، ممكن انت تبدأ بالستارت ابس، بس المهم اللي انت تطلع بيه من الكلام ده ايه، ان انت تبقى عارف انا عايز ايه، يعني انا بفكر ازاي، انا ايه اللي انا عايزه من الكارير بتاعي. لان رغبتك، خلي بالك، انت ممكن تشوف جوب عادي قدامك وتقدم عليها وتشتغل وتعمل كل حاجة، بس انت بتقدم بشكل عشوائي، مش فاهم ايه الشركات اللي انت عايز تدور عليها، ايه الحاجة اللي هتحقق لك رغباتك الشخصية اللي انت بتدور عليها. في ناس هدفها الفلوس، تمام، يبقى انت كده بتدور على اكتر شركات بتدفع، فانت عارف ان ممكن توجهاتك ان انت تشتغل مع شركات مثلا بتدفع باليو اس دي، شركات بتدفع باليورو، بالكلام ده كله. ممكن انت يبقى واحد لا، انت مثلا النقطة دي مش مؤثرة معاك قوي، لا، انت حابب تشتغل في شركة اسمها كويس وشركات كبيرة، ويبقى ده التنقلات بتاعتك، خلاص، يبقى انت عارف ان انت عايز ايه من الكارير بتاعك، ان انت تتقل السي في باسماء شركات. في ناس تانية عايزة خبرة عميقة جدا، فبتدور على الشركات اللي هي تخليها عندها خبرة العميقة في الحتة دي. في ناس تانية زي حالاتي مهتمة بالستارت ابس وبالمشاريع، وفكرة حتى ان ممكن في يوم من الايام اقرر ان انا عايز اعمل ستارت اب عادي. فالفكره لما انت تروح بقى للناحيه دي، هتحتاج تشتغل في ستارت ابس مختلفه، تتعرض لخبرات مختلفه، تشوف الناس بتفكر ازاي. وارد ان انا اقرر ان انا بعد التجربه دي ما اخشش ستارت ابس وما اعملش ستارت ابس، يعني خلاص انا حاسس ان انا اكتفيت للحظه واروح كوربريتس، او اصلا اقرر ان انا ما اعملش ستارت ابس واحس ان انا الايه الاوبجكتيفز بتاعتي اختلفت مع الوقت. ولكن انت بتتحرك في الشركات وبتنفست فيها وقت، وبيبقى ليك باشن كده في الشغل بناء على اهدافك. يعني هي دي اللي بتساعدك قوي ان انت فعلا تبقى مبدع في الشغل بتاعك، وحاسس ان ايه الشركة اللي هي بتعمله متوافق مع اهدافي. فانا حاسس ان انا وانا بدي الشركة كده انا ممكن عادي انفست واتعب واعمل، وفي نفس الوقت ما احسش ان انا ايه ابن الشركة اللي هو مضحوك عليا، لا، انا بعمل ده اصلا لان انا عايز اعمل ده، وفي نفس الوقت انا براعي ربنا في شغلي. فهي الحتة في كده ان انت تبقى فاهم انت عايز تعمل ايه. طبعا الكلام ده انا بقوله لو انت شخص عندك الرفاهية بتاعة الاختيار، يعني حصل ان انت شخص ما شاء الله مستواك كويس جدا، وحاسس ان انت شاطر، وحاسس ان انت عندك رفاهية الاختيار. لكن لو انت مثلا واحد لسه متخرج وحاسس ان انت قاعد بقالك فترة كبيرة قوي ما بتشتغلش، وجات لك فرصة، والحمد لله الفرصه دي كانت اول فرصه مثلا تجيلك من فتره، لا، اشتغل، يعني خش وتوكل على الله، وبعد كده قرر هتعمل ايه حتى وانت في الشركه دي. لكن يعني انا بتكلم في نقطه ان انت مثلا في شركه ومستريح وبيجي لك مثلا اوفرز، او انت مثلا بتقدم وممكن تختار، لا، ساعتها تقرر. فعشان خاطر ما نعممش القاعده، لا، هي القاعده مش كده خالص. في ناس في اوقات معينه ما بيبقاش عندها رفاهيه الاختيار، وانا شخصيا عادي كان في اوقات معينه ممكن ما كانش بيبقى عندي رفاهيه الاختيار. وكلنا في مرحلة ما من حياتنا، دي ملهاش علاقة مثلا، ممكن ما يكونش الموضوع ليه علاقة بان انت وحش او حلو، الموضوع بيبقى شوية برضو ليه علاقة بالظروف في الوقت الفلاني اللي انت فيه، فالموضوع بيمشي كده. فالقاعدة مش هينفع نعممها ان جنرال، مش هينفع ان انت تطبقها دايما بشكل مستمر، بس تبقى حاططها في اعتبارك ان انت لو تعرضت لموقف عندك فيه الرفاهية ان انت تختار حاجة زي كده، فانت عارف ان انت ممكن تختار حاجة متناسبة مع دماغك ومع أفكارك ومع شغلك، وتشتغل في نوعية من الشركات اللي انت حاسس ان هي بتحقق ذاتك وانت شغال فيها، ومش هتحس ان انت بتشتغل مثلا فول تايم وانت مخنوق ومش مقتنع بالشركة ولا باللي بتعمله ولا كل الكلام ده. فعشان نلخص النقط، خلينا نتكلم كده ونقول ان انت الشركات اللي هي بتبقى ستارت ابس هي بتفحتك، وبتبقى متناسبة قوي مع الشخص لو هو جوكر، ولو هو بيحب ان هو يتعامل مع حاجات مختلفة ويحتك بتوبكس مختلفة، ويتعامل هنا ويبص ناحية البيزنس ويعمل وكلاينتس ويخش في التكنيكاليتيز جامد والكلام ده كله. وحتى ممكن تبقى في ستارت ابس فيها بقى الشغل بتاع الجوكر ده بس على المستوى التكنيكال بس، لو انت حابب ده عادي، يعني الاوبشن ده موجود. وبرضو الشركات
اللي من النوع ده بتفحتك خبرة كبيرة جدا جدا جدا، وبتخليك تحتك بحاجات بتتبني من الصفر، لانك انت ممكن تروح على شركات كبيرة تلاقي الحاجات دي اوريدي مبنية فما تاخدش الخبرة دي. فلا، انت هتلاقي الحاجات دي بتتبني من الصفر وبتشوفها قدامك، فهتاخد خبرة تكنيكال قوية جدا في بنى الحاجات دي وفي الكونفيجريشنز بتاعتها وفي والى اخره. واخر حاجه، ان الهدف او فكره ان انت تطلع اصلا بيزنس او تساهم في ان انت تطلع بيزنس كبير ويبقى معروف ويبقى فعلا بيخدم على يوزرز كتير، وكمان الاجمل والاجمل ان هو يريبليس حاجه ضخمه الناس بتستعملها ممكن ما يكونش عندنا اصلا منها في مصر مثلا او في الوطن العربي. دي في حد ذاتها هيبقى هدف كبير جدا او هدف حلو جدا ممكن ان انت تحققه عن طريق الشركات دي. اتمنى ان انا اكون قدرت اغير منظورك للموضوع بتاع الستارت ابس، او اديك فكرة عنه هو ليه كويس وممكن يبقى اختيار كويس لو انت عايز حاجة زي كده. واتمنى ان انا اكون قدرت انقل لك كده الخبرات بتاعتي في النقطة دي ورغباتي انا في الموضوع ده، بحيث ان انت تشوف هل ده حاجة فعلا انت عايزها ولا لأ، وانت تبدأ تقيم هل ده اللي انت بتفكر فيه فعلا في الكارير بتاعك، ولا انت اختيارك مختلف او رغباتك مختلفة. بس كده. السلام عليكم.